وحوي يا وحوي وحوي يا وحوي. تعالوا اقول لكم على طريقه عمل بلح الشام القمر اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، واقول لك على كل التريكات وكل حاجه بالتفصيل كده علشان يطلع معاكي مقرمش من بره وجوسي وطري كده من جوه. تعالوا بقى اقول لكم انا عملت ايه. اول حاجه زي ما قلت لكم حطيت 3 كوبايات من الميه. بعد لكم الطريقه تاني اهو. 3 كوبايات من الميه عليهم نص ربع كوبايه من الزيت، عليهم رشه من الفانيليا عشان الفانيليا بتخلي ريحته حلوه. وبعد كده هاسيبهم على النار لحد ما يغلوا، يعني الميه بتاعتي تغلي. هبتدي انزل معايا بالدقيق بتاعي تدريجيا، اللي هو كوبايتين يا بنات من الدقيق. ويا ريت لو احنا نحط فين التقليب بتاعي عامل ازاي. انا هنا يعني بدات ان انا احرك يعني المعلقه بتاعتي شويه، او هنا بقى بلح الشام بتاعي ابتدى ان هو ياخد معايا اللون اللي هو الغامق بقى، اللي هو الحلو اللي شكله حلو ده. العسل بتاعنا شربات تقيل بارد، لازم يا بنات يقعد